السلام عليكم متابعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين عليه السلام. شلونكم يا طيبين؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. ولو أن جيتكم متأخرة حبايبي بهذا الفيديو، اليوم راح نراويكم طريقة هذا العمل للكب كيك اللي سويناه بثواب الإمام القاسم عليه السلام أو بصينية القاسم. طريقتين سويتين بهذا الكب كيك اللي هو بطحين الحصة. هنا حبايب قبل لا نبدي بطريقة عمل الكب كيك، هنا حبايب عندنا أحد المتابعات تطلب من الله ومنكم بالدعاء يعني للشفاء العاجل لوالدة صديقتها اللي هي جنة أم ليث، واللي صديقتها تكون يتيمة الأب وتخاف على والدتها إنه لا تفقدها. نطلب منكم حبايب إن شاء الله الدعاء عند رب العالمين والله ما يقصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا هماتين راح أعلق لها شمعة بتنور الزهراء عليه السلام اللي هي مصنوع من تربة الحسين عليه السلام، لأن ببركة الزهراء عليه السلام وبعبد الله عليه السلام نجرب القضاء وشفاء المرضى بإذن رب العالمين. واللي يسمع الفيديو طبعا عندنا هواي متابعات أو هواي يعني إنه طلبوا قضاء واللي شفاء المرضى إنه أعلق لهم شموع بتنور الزهراء عليه السلام اللي هو من تربة الحسين، والحمد لله والشكر بإذن رب العالمين الله يستجاب إن شاء الله ويقضي حوائجهم ويشفى مرضاهم بحق محمد وآل محمد. هنا حبايبي نرجع لطريقة عمل كب كيك. هنا خليت تقريبا 12 بيضة اللي هي حجم كبير. هنا حبايب نرجع لطريقة عمل الكب كيك. هنا خليت 12 بيضة اللي هي حجم كبير، و6 كوابة أو 6 قلاصات من الشكر، و3 من الحليب. وهسه هماتين أبدي أخلطهم، نخلط يعني الحليب والشكر ويا البيض. أبدي حبايب أخلط بهم هنا على الماء شوي اللي نريد نقول يذوب الشكر، تقريبا 10 دقائق شوي يتغير اللون مالته هيك يصير أبيض. أجي أضيف الزيت. هنا حبايب الزيت قلاصين، طبعا زيت نباتي. هنا هذا المقياس قلاصين من الزيت. وهاي عندي حبايب البيكنج باودر، هنا تقريبا 6، لأن كل 2 من القلاصات مالت الطحين أنا حسبت لهم ظرف بيكنج باودر. هنا هسه راح ننزل البيكنج باودر. هاي 3 بالبداية، وهاي ال3 الثانيات. طبعا حبايب طريقتها سهلة وهماتين ما تاخذ وقت، لأن الكمية هاي قد ما هي كبيرة قد ما يعني نقدر نسويها بأسرع وقت. وهنا هاي حبايب عندي خاشوقة من السودة، هماتين راح أضيفها. لحد هسه حبايب البيض والحليب والزيت والشكر والبيكنج باودر والسودة، وهماتين نبدي نرجع نخلط بيهم. شوفوا حبايب شلون اللون مالته راح يتغير. طبعا نراد لها خلط شوي يعني وقت أكثر لأن الكمية صارت شوي كبيرة. هنا حبايب بعد ما خلطنا الخليط وضفنا 6 من البيكنج باودر، بقى عندنا ظرفين اللي هي تكون 8 من البيكنج باودر. الظرفين حبايب هسه راح أضيفهن بعدين على الطحين، لين حبايب هي الكمية قلت لكم كلش كبيرة وما شاء الله صارت خير وبركة ونعمة من رب العالمين. هنا عندي 12 قلاص من الطحين، طبعا ناخلته عدة نخلات. وهاي بهذا القلاص حبايب، وهاي الباكيتين او الظرفين مالت البيكنج باودر هسه راح نخليهن عليهن. هنا هذا ويا النخلة لأن راح يعطينا نتيجة كلش ممتازة ويا النخل ويا الطحين. وبالبداية حبايب أنا هماتين خليت ويا الخليط، يعني هاي هماتين طريقة كلش ممتازة جربتها مرة ومرتين إنه ناجحة وينفش الخليط أو الكيك مالتنا أو الكب كيك.
هنا أبدأ أنخل بيها عدة نخلات حبايب. طبعا طريقتي قلت لكم كلش سهلة وبسيطة، بس هي شوي يعني راد لها وقت، أو بس نبدي بيها، وخاصة ثواب الحسين عليه السلام. يعني يا أبا عبد الله ماكو شي يصير صعب عند الواحد. وأبدي أنخل بيه، يعني قلت لكم قد ما تقدرون تنخلونه وتطلعون الهواء من عنده راح ينطيكم نتيجة أفضل. وهنا حبايب أني نزلت الطحين، بس التصوير يعني ما كان مصورني. نزلت الطحين كليته على الخليط. يعني ما أدري، أكو بعض الأخوات يقولون يزرد، ما أدري يتكتل. والله العظيم أنا دائما يعني ما أخلي يعني شيء قليل من الطحين وبعدين أخلط. الكمية كليتها الموجودة بالصينية أقلبها على الخليط. يعني حتى لو كانت صغيرة الكيكة أو حجم، قلت لكم هاي قدامكم هماتين حجمها يعني كبير. وأنا بهذا الوقت أنا مسوية كيك، يعني مرتين هاي سويت الكيك نفس هذا الكب كيك، إنه طريقته سهلة وما شاء الله يعني، وهماتين سريعة، وراح يصير بركة وخير ونعمة من رب العالمين. وحتى الكبار والصغار تكيف عليها، خاصة الأطفال هسه وياها هماتين، خاصة إذا عصير وياها، إنه زينينها بالحليب بالكاكاو. وهنا هاي تقريبا زيناها بالكاكاو. أخذت شي قليل من الطحين أو العجين، وخليت عليه قليل من كاكاو الباودر، وخلطته ووزعته على القلاصات، ودخلناهن هنا حبايب الفرن. إنه هو أنا دخلت الصينيتين نفس الوقت، إنه هذه تستوي والفوق يعني الفوقاها هماتين راح تستوي على الحرارة. ما أعلق لأن هو ماكو فوق وجوا، بس الجواني أعلقه أو أشعل النار. وهنا حبايب هذا بس بالكاكاو، وهاي الكمية بديت أشوفها وأقلبها. وبعد ما يعني تخلص وتجهز، نخلي صينية غيرها أو صينيتين هماتين يصير نخليهن بدل هاي الصواني. وهنا حبايب أتمنى عجبتكم طريقتي بعمل الكب كيك، اللي هي الكيكة الكبيرة، وقسمناها ووزعناها على القلاصات، وشوفوا حجمها شلون ما شاء الله هماتين مرتفع، واشكالهن كلش حلوة. واللي حاب ياكل يعني بالحب او حب اليقطين بالكاكاو، هاي بعد بالمكسرات توزعون على القلاصات مالتها، او تردونه بس بالكاكاو، هاي بعد راجع لكم. وهاي ما شاء الله صارت كمية كلش كبيرة ونعمة وخير من رب العالمين. وهنا حبايب طبعا هم تقدرون تاخذونها يعني لأولادكم للمدارس منها، وهيجي إذا الله سهل نقدر نسوي للأطفال اللي يروحون للمدرسة، نسوي لهم بدل ما نسوي الكيكة ونقصصها أو نقسمها عليهم وياخذوها وياهم بالمدرسة. هنا نقسم الكيكة مالتنا، العجينة مالتها، ونقسمها على الكب كيك اللي هن قلاصات الشاي، ونخليهم ياخذون وياهم للمدارس يشربوها ويا العصير ويا الحليب، وهماتين راح يستفادون من عدها ومشبعة ومغذية بنفس الوقت. وهسه حبايب بعد ما راح نخلص الفيديو مالتنا، اتمنى عجبتكم حبايبي ونالت رضاكم عمل طريقة الكب كيك الطحين الحصة. لا تنسون حبايب والدتي قراءة سورة الفاتحة، ربي يرحم ماتنا وماتكم. ولا تنسون حبايب المريضة تدعوا لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، ربي يشافيكم ويشافي مرضاكم. إنه دعوة 40 مؤمن بظهر الغيب لخيل مؤمن مستجابة عند رب العالمين. وإحنا إن شاء الله نؤمن بالله وأهل البيت إنه يشافونا ويشافون كل مريض وكل من طالب حاجته، بحق محمد وآل محمد الشفاء العاجل لكل مريض. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله حبايب ما راح أنساكم من الدعاء لزيارة الإمامين عليهم السلام. وهي اليوم ليلة الجمعة، هو اليوم الخميس ليلة الجمعة، راح إن شاء الله نزور الإمامين بالليل. وما ننساكم من الدعاء والشفاء لمرضاكم، قضاء حوائجكم بحق محمد وآل محمد. وهم عندهم يعني الإمامين معصومين وسيلة عند رب العالمين إنه الله سبحانه وتعالى يستجاب فيها الدعاء. واللي يريد أذكر اسمه هناك يكتب لي بالتعليق إنه قضاء طلب حاجته أو شفاء مريض، وإن شاء الله ما أقصر بجاه الإمامين عند رب العالمين. ومع السلامة يا طيبين.